يوم 27 نوفمبر سنة 2006 واحد من العمال اللي شغالين في محطة قطر شبرا الخيمة شاف جثة طفل مرمية على السكة الحديد بتاعة القطر، ولما قرب من الجثة لقاها مشوهة تماما وملهاش أي ملامح. بعدها العامل لما شاف الكلام ده رن على الشرطة وقال لهم كل اللي شافه. الشرطة بالفعل وصلت للمكان وبدأت تحقق، واكتشفوا إن صاحب الجثة دي عنده 12 سنة، وإن قبل ما يموت حد عمل معاه حاجات وحشة، وبعدها سرق كل الفلوس اللي معاه ورماها تحت القطر على أساس محدش يعرف اللي حصل ويداري المجرم على جريمته. والصدمة بقى ان الشرطة في نفس اليوم ده جالها بلاغين لجثتين تانيين ميتين بنفس المنظر، واللي اكتشفته الشرطة ان الجثة الاولى كانت لطفل اسمه محمد ابراهيم سالم، والتانية لواحد اسمه احمد ناجي. ولما عرضوهم على الطب الشرعي علشان يحدد سبب الوفاة اكتشفوا ان نفس الطفلين دول ماتوا بنفس الطريقة اللي مات بيها الطفل الاول بالظبط، والطفلين دول برضو كان عندهم 12 سنة وجثثهم برضو كانت عند السكة الحديد، بس الطفل محمد ابراهيم كانت جثته عند السكة الحديد بتاعت اسكندرية، والطفل احمد ناجي لقوا جثته في محطة طنطا. على الرغم من اختلاف اماكن الجريمة بس طريقة القتل كانت واحدة. الشرطة حاولت تدور على المجرم اللي عمل الجرائم دي، وطلعوا دوريات كبيرة جدا من عناصر الشرطة علشان يدوروا على المجرم، وكمان عشان يشوفوا هل في جثث تانية حصل لهم نفس الكلام ده ولا ايه. والصدمة بقى ان هم لقوا 17 جثة تانية على السكة الحديد. ده غير ان هم لما سألوا الناس اللي قريبة من السكة الحديد قالوا انهم كانوا بيلاقوا على طول جثث زي دي، بس كانوا بيدفنوهم في تراب الصدقة، لان هم وقتها كانوا فاكرين ان هي دي حوادث مش جرائم قتل. معظم الاطفال اللي الناس لقيتهم كانوا من اطفال الشوارع المشردين ومالهمش اهل يسألوا عليهم. ساعتها الشرطة كثفت البحث ولقوا جثث في 7 محافظات تانيين زي محافظة القاهرة والقليوبية والجيزة والغربية واسكندرية وبني سويف ومرسى مطروح. الشرطة كانت متأكدة تماما ان صاحب الجرائم المتوحشة دي وراها مجرم واحد. فتفتكروا ايه القصة بالظبط ومين اللي عمل كل الجرائم بالوحشية دي؟ انا احمد ايوب بتاع قصص، ويلا بينا نبدأ القصة. القضية أو القصة اللي احنا بنتكلم فيها النهاردة دي بدأت تنتشر في مصر باسم سفاح محطات القطر، والدنيا كانت مقلوبة والناس مرعوبة على عيالها. الشرطة ما كانتش بتنام بسبب انهم عايزين يعرفوا مين المجرم، واللي عرفوه ان معظم الضحايا مالهمش علاقة ببعض وسنهم كلهم 11 أو 12 سنة بس، وعرفوا ان الضحايا اللي ماتوا دول مالهمش أهل وكلهم أطفال شوارع. الشرطة بدأت تجيب أطفال الشوارع وتحقق معاهم ويسألهم لو كان في حد اختفى من صاحبهم أو حتى كانوا يعرفوا أي حاجة. وفي طفل اتكلم وقال ان هو ليه واحد صاحبه كان بيبيع مناديل في الاشاره واختفى مره واحده ومحدش يعرف عنه اي حاجه، وقال ان صاحبه ده قبل ما يختفي كان بيشتكي لهم من واحد فتوه كده وبلطجي، وكان عنده عصابه بتخطف اطفال الشوارع وبياخدوا الفلوس منهم، وقال ان هم كانوا بيشجعوا صاحبهم اللي اختفى ده ان هو يقف قدام البلطجي وما يدوهوش فلوس، ومن اليوم اللي شجعوه فيه وهو للاسف اختفى. قال وقتها الطفل اللي بيتكلم ده انا واصحابي افتكرنا صاحبنا اللي اختفى ده اشتغل في مكان تاني علشان ياكل عيش منه، لان هو في الوقت ده كان خايف من البلطجي. بس لما سمعنا عن حوادث القتل اللي بتحصل لاطفال الشوارع شكينا ان البلطجي ده ممكن يكون هو السفاح وقتل صاحبي. ساعتها الشرطه سالته لو يعرف اي معلومات عن البلطجي ده، بس للاسف الطفل ده قال لهم ان هو ما يعرفش اي تفاصيل. الشرطه وقتها وهي بتلم اطفال الشوارع علشان تحقق معاهم قبضت بالصدفه على واحد من عصابه البلطجي اللي الطفل بيحكي عنه، وكان اسمه احمد سمير عبد المنعم واسم شهرته بقه، وكان عنده 16 سنه. ولما اتقبض عليه في شبرا الخيمه كان خايف ومتوتر جدا، حتى الشرطه لاحظت ده فضغطوا عليه، وساعتها بقه انهار واعترف وقال انا عارف مين عمل كل الجرائم دي. الشرطه بدات تطمنه وقالوا ان هم يحموه من العصابه دي وتخفف عنه العقوبه، لان بقه كان خايف منهم وكان شريك في كل جرائم القتل اللي كانوا بيعملوها. وفعلا بقه اعترف وقال لهم كل حاجه كان يعرفها، وقالوا انه كان شغال حداد وكان اكتر حاجه بيحبها هي ركوب القطر، وبسبب ان ابوه كان صعب ومنكد عليه في حياته قرر ان هو يسيب البيت ويمشي بعد ما ابوه ضربه، وما كانش عنده اي مكان يهرب ليه، وراح على محطه القطر وقعد هناك، وتعرف ساعتها على واحد اسمه حناطه، وحناطه ده كان معلم وقتها وحب بقه جدا وبدا يوثق فيه، وكان حناطه بيعمل حاجات وحشه للعيال قدام بقه، وفهموا ان هم عصابه كبيره بتتحكم في اطفال الشوارع وانهم بياخدوا منهم فلوسهم غصب، واللي ما بيرضاش يدفع بيجيبوه يعملوا فيه الحاجات دي او يودوه للزعيم بتاعهم. الزعيم بتاعهم في الوقت ده كان اسمه توربيني، وتوربيني ده افتكروه كويس لان القصه كلها بتتمحور عنه. توربيني ده اكبر مجرم وبلطجي وشيطان على هيئه بني ادم، كان اسمه الحقيقي رمضان، واي طفل كان بيروح لتوربيني ويرفض له طلب توربيني كان بياخده ويعمل فيه حاجات وحشه، وبعد ما يخلص يرمي الضحيه او الطفل ده تحت اي قطر علشان محدش يشك انها قضيه قتل. توربيني كان بيعمل الجريمه دي مع اي طفل سواء كان بيدفع فلوس او لا، واي طفل عنده 11 او 12 سنه ياخده بالعافيه ويعمل فيه كده، يعني بجد حاجه بشعه جدا. انتوا متخيلين الشخص ده وصل لايه؟
بقو ساعتها اعترف للشرطه وقال ان توربيني كان بيعمل حاجات وحشه في العيال وبيعمل كمان حاجات اوحش من كده. والشرطه اكتشفت ان توربيني بيرمي ضحايا في مصرف ميه ده غير الضحايا التانيين اللي هم على سكه القطر، وكان بيضرب الاطفال على راسهم لحد ما بيبانش لها اي ملامح. وبقو قال هو شخصيا ما قتلش اي طفل ابدا، وان الحاجه الوحيده اللي عملها غلط ان هو جاب طفلين وعمل معاهم الحاجات الوحشه دي. واحنا هنا بنتكلم على بقه مش على توربيني. الشرطه كانت مصدومه من كميه الاعترافات والحاجات اللي سمعتها من بقه. فالشرطه بعد ما بقه حكى الكلام ده قبضت على تاني واحد في العصابه وكان اسمه محمد عبد العزيز السويسي. اتقبض ساعتها عليه في طنطا، واللي عرفهم مكانه بقه. السويسي لما قبضوا عليه قال نفس الكلام اللي قاله بقه عن توربيني، وما خباش اي حاجه عن الشرطه لانه وقتها كان متخانق مع توربيني وتوربيني كان بيدور عليه عشان يقتله. السويسي وقتها اعترف بكل حاجه وقال للشرطه على كل الاماكن اللي توربيني كان بيروحها، وقال لهم ان بقه ارتكب 3 جرائم قتل، واعترف على نفسه كمان ان هو ارتكب 8 جرائم قتل، وكل الجرائم دي كانت اوامر من توربيني. وقال ان الفتره من 9 ابريل 2004 ل 17 نوفمبر 2006 توربيني عمل حاجات اياها مع 24 طفل على الاقل، وان توربيني اتقبض عليه سنه 2005 لما كان بيحاول يعمل حاجات وحشه مع الاطفال، وساعتها في طفل هرب منه وجرى على الشرطه وقال لهم اللي حصل. والشرطه ساعتها قبضت على توربيني بس عشان ما لحقش يعمل حاجه مع الطفل ما اتحبسش وطلع على طول. وقتها بلغ افراد العصابه يدوروا على الولد ده لحد ما لقوه، والولد اول ما شاف توربيني اترعب، فتوربيني مسكه وضربه لحد ما الواد اغمى عليه، وامر عصابته في الوقت ده ان هم يخلصوا عليه. وما اكتفاش برضه بكل ده ورماه في مصرف ميه لحد ما غرق الطفل ده ومات. والسويسي ساعتها قال على كل افراد العصابه واللي هم مؤمن احمد المشهور بالجزار وحماده واخطر واحد فيهم اللي هو حناطه. وحناطه ده مساعد توربيني يعني الدراع اليمين ليه، وكل الجرائم اللي حصلت كانت توربيني وحناطه شركة فيها. حناطه للاسف كان بيستمتع بقتل الاطفال، والسويسي قال لهم من اول جثه لقيتها الشرطه كان واحد اسمه محمد كمال، ومحمد كان لسه جديد على المنطقه وكان هربان من اهله ونزل الشارع عشان كان لسه ما يعرفش الاماكن. من حظه الوحش راح على مكان العصابه ونام فيه. توربيني وهو معدي شاف محمد وهو نايم، وبكل وحشيه امر العصابه ان هم يضربوه ياخدوا الفلوس اللي معاه. محمد وقتها قال لهم خدوا كل الفلوس بس ما تضربونيش. بعدها عملوا معاها الحاجات اياها، وتوربيني جاب حجر كبير ونزل بيه على راسه لحد ما مات. بعد كل الاعترافات دي الشرطه بقى عندها كل حاجه تخص توربيني وبداوا يدوروا عليه عشان يقبضوا عليه، بس كان للاسف الموضوع صعب. وقبضوا ساعتها على باقي افراد العصابه كلهم، وبعدها بعد عناء وعذاب قبضوا على توربيني المجرم الكبير واللي اسمه بالكامل رمضان منصور عبد الرحيم. عنده 27 سنه وعنده حول في عينه ووش متشوه تشويهه خفيفه، عنده اعاقه ذهنيه. وكل الجيران والناس اللي حوالين توربيني ما كانوش مصدقين اللي عمل كده، لانه وقتها كانوا شايفينه غلبان وبيلموا له تبرعات من الحاره بتاعتهم. توربيني او رمضان اللي احنا بنحكي عليه لما قبضت عليه الشرطه اعترف بكل حاجه عملها، وحتى اعترف بجرائم تانية، وقال للشرطه على اماكن كل الجثث، وقال لهم ان كان شغال في الدهاره بمساعده مراته عزه بربش، وهي اللي كانت بتجيب له البنات اللي هربانه من بيوتها علشان ينزلوا يشتغل على حسابه. وقال ان عزه هي السبب في الخلاف اللي حصل بين توربيني والسويسي، لان توربيني اتجوز عزه ومنعها تشتغل في الدعاره غير مع ناس معينه على اساس ان كده عادي يعني. وتوربيني نبه على افراد العصابه ان محدش ليه دعوه بعزه لان اصلا وقتها كان متجوزه عرفي. كل افراد العصابه سمعوا اوامر توربيني الا السويسي، راح لعزه واجبرها تشتغل. ولما توربيني عرف باللي عمله السويسي قرر ان هو يخلص عليه علشان ما سمعش كلامه. توربيني وقتها قال للشرطه على اماكن جثث 3 بنات، الاولى كانت في اسكندريه، الثانيه في البحيره، والثالثه في طنطا. وكمان توربيني اعترف على حادثه قطر كفر الدوار اللي القطر فيها دخل في السوق، وقال ان هو كان سبب رئيسي في الحادثه دي لان ساعتها كان بيعمل حاجات اياها فوق القطر، وبعد ما خلص لقى ان القطر قرب يوصل المحطه وكده مش هيقدر يرمي الولد تحت القطر قدام الناس. فتوربيني ساعتها فصل عربيات القطر عن بعضها ونط من على القطر قبل ما يتقلب. طبعا ساب الولد ساعتها فوق القطر عشان يموت مع اللي ماتوا ومحدش يعرف القذاره اللي كان بيعملها. وبعد كل الاعترافات دي توربيني راح المحكمه علشان يتحكم عليه، بس جه محامي توربيني وقال ان الشرطه عايزه تلبس توربيني القضيه، وان في كذا واحد من اللي اتهم فيهم توربيني ماتوا موته طبيعيه قدام القطر. وجاب واحد من الضحايا اللي توربيني واتهم في قتل ابنه وخلاهم يعترفوا ويقولوا ان ابنهم اتزحلق والقطر داسه، وان توربيني بريء وملهوش علاقه باي حاجه حصلت. والمحامي ساعتها استغل ثغره ان مستحيل واحد زي توربيني عنده اعاقه ذهنيه يقدر يعمل كل الحاجات دي. والمحامي قدم ورق للقاضي يثبت فيه ان توربيني عنده اعاقه ذهنيه من وهو صغير. وقتها الشرطه كان عندها دليل اقوى من كل الكلام اللي بيقوله ده، وهو الطفل علي اللي كان من ضحايا
توربيني. توربيني عمل معاه كل اللي عمله مع الضحايا اللي ماتوا، بس لما رماه من فوق القطر وهو وحناطه الطفل بقدره قادر ما ماتش والشرطه عرفت توصل له. الطفل وقتها اعترف عليهم وقال ان هم اللي عملوا فيه كده. المحكمه وقتها اخذت 3 جلسات علشان تحكم على توربيني، وفي المحاكمه الثانيه المحامي طلب من توربيني ان هو يقلع هدومه ويوريه اثار التعذيب اللي في جسمه، وقال ان توربيني اعترف بكل الاعترافات دي تحت التعذيب. القاضي وقتها ما خدش بكل الكلام ده وحكم على توربيني بالاعدام وهو وحناطه، اما بقه اتحكم عليه ب 45 سنه سجن، والسويسي اخذ 18 سنه سجن، وحماده 30 سنه، والجزار 40 سنه. بس افراد العصابه وقتها دافعت عن الجزار وقال ان هو ما كانش بيشترك في الجرائم دي وكان بيتفرج عليهم بس. بعد الحكم المحامي بتاع توربيني قدم نقد للحكم. كان في جرايد كتير منهم جريده الوفد طلعت واكدت ان توربيني مريض، وطلبوا من الشرطه وقتها تعرضه على دكتور نفسي، فالمحكمه رفضت كل ده ورفضت حتى كلام المحامي، والمحكمه اكدت تاني وقتها على حكم الاعدام. وبالفعل توربيني وحناطه اتعدموا يوم 16 ديسمبر سنه 2010. وبعد اعدام توربيني في جرايد طلعت وقالت ان الحكومه اجبرت توربيني ان هو يعترف بالجرائم دي علشان يداري على حاجه اكبر، وانتشرت نظريات ان في عصابه كبيره بتخطف في الاطفال علشان تاخد اعضائهم، وان العصابه دي بقوتها قدرت تكتم على الموضوع وتلبسها لشاب غلبان زي توربيني. وفي ناس قالت ان في قاتل تاني هو اللي عمل كده ولبسها لتوربيني، وناس تانية قالت ان توربيني ضحيه وعمل كده بسبب المرض النفسي. يعني توربيني بالنسبه لهم كان ضحيه وما كانش قاسي ومجرم زي ما بيقولوا، وان فعلا كان ضحيه لحاجات هم عايزين يخبوها. يعني من اول ما توربيني اتولد سنه 1982 كان عنده اعاقه ذهنيه بسيطه، وكان طفل وقتها هادي وكويس، بس اتحول لشيطان وحشي من اللي حصل فيه. وتوربيني وهو صغير كان منعزل، بس اهله اجبروه الشارع ويشتغل وهو عنده 12 سنه. ساعتها لقى شغل في كافيتيريا عند السكه الحديد في القاهره، وكان صاحبها واحد اسمه عبده التوربيني، وهو ده زي ما بيقولوا في القصه التوربيني الحقيقي. يعني زي ما بيقولوا الضحيه اتحول لمجرم، وده بسبب الحاله النفسيه اللي جات له والحاجات اللي حصلت معاه وهو صغير. فانت ايه رايك في القصه دي؟ هل فعلا رمضان التوربيني وقتها كان هو المجرم ولا ضحيه لحاجات شافها وهو صغير؟ ما تنساش لو عجبتك القصه تدينا لايك وتشترك في القناه، ويلا استنونا في قصه جديده. سلام.